التي منحتها الحكومة المغربية لشركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية المتعددة الجنسيات للتنقيب عن المحروقات في مياه الصحراء الغربية على بعد حوالي 200 كيلومتر من سواحل جزر الكناري أنها تقع خارج المياه الإقليمية والاختصاص الإسباني. جاء ذلك في رد من الوزير أمس بمجلس الشيوخ على سؤال من عضو في المجلس عن حزب ائتلاف الكناري. وأشار الوزير إلى أن كل ما يتعلق بهذا الأمر هو مسألة ترتبط بالقانون الدولي. البارس أشار أيضا إلى أن الرباط ومدريد تعيشان أفضل مناخ للتعاون الثنائي على الإطلاق. عضو المجلس الشيوخ الإسباني الذي سأل وزير الخارجية هو عن الائتلاف الكناري، وهو الائتلاف قومي، حزب قومي كناري يحكم الآن في جزر الكناري، يترأس الحكومة الإقليمية هناك، وبالتالي هو بطبيعة الحال يعكس قلقا لدى المجتمع الكندي بشكل عام، فاعلون اقتصاديون واجتماعيون وسياسيون، من عمليات التنقيب عن النفط في أعماق الأطلسي قرب كنارياس، علما بأن الحكومة والمجتمع الكندي كان قبل 10 سنوات قد انتفض ضد التنقيب الإسباني في ظل حكومة الحزب الشعبي. كانت هناك الشركة الإسبانية ريبسول تنقب عن النفط والمحروقات في السواحل الكنارية، وبسبب الضغط المجتمع توقفت هذه أعمال التنقيب هذه. وهنا يفهم تماما أن يكون هناك كذلك معارضة للتنقيب في المياه المجاورة، سواء كان في المغرب أو في إقليم الصحراء الغربية، على أساس أن المسافة هي 200 كيلومتر فقط من بورتافنتورا. التنقيب للشركة الإسرائيلية يجري في بوجدور، وهي على مسافة كما قلت 200 كيلومتر من فورتافنتورا. الحدود ليس فقط من جانب الصحراء، يعني إقليم الصحراء الغربية، كذلك حتى الحدود مع الجوانب المغربية الأخرى، المغرب التاريخي المعترف به دوليا، هذه لم يتم ترسيمها. وهناك لجنة مشتركة إسبانية مغربية تعكف على ترسيم هذه الحدود، لكن هذه اللجنة مضى على عملها نحو 5 إلى 6 سنوات، وحتى الآن لم تتوصل إلى نتيجة. وهذا ربما يفسر قوله بأنه في حالة أي عدم اتفاق ستطرح القضية على القانون الدولي واتفاقية البحار الدولية لحل النزاع، ولو أنه قال بأن هناك لجنة مشتركة، وبالتالي أنه يفضل التفاهم ويأمل في التفاهم، كما أشاد بالعلاقات كما قلت بين إسبانيا والمغرب والمرحلة التي تمر بها الآن هذه العلاقات.